زكية إسماعيل حقي، المرأة الكردية الفيلية التي أصبحت أول قاضية في العراق والمنطقة العربية. ولدت في بغداد عام 1939 وتخرجت من جامعة بغداد عام 1957. حصلت على الماجستير في القانون عام 1972 ثم الدكتوراه في القانون الدولي من أمريكا. عام 1959 عينها عبد الكريم قاسم كأول قاضية عراقية لتكسر حاجزاً تاريخياً أمام النساء. كانت ناشطة في قضايا المرأة وقادت اتحاد المرأة الكردية. دفعت ثمناً غالياً لمواقفها، فقضت أكثر من 21 عاماً تحت الإقامة الجبرية قبل أن تعود بعد 2003 لتسهم في تحديث النظام القانوني العراقي. ثم أصبحت عضوة في البرلمان عام 2005 ومثلت العراق في مؤتمرات دولية عدة. رحلت عام 2021 لكنها بقيت رمزاً للريادة والجرأة وامرأة صنعت مجداً خالداً في تاريخ العراق.